اسهل فوز في التاريخ الاهلي ضيعه النهارده. انت متخيل؟ قدام ميسي الشوط اول كنت ممكن تخلصوا 5. ايه ده بصراحه، يعني حاجه غريبه قوي يا جماعه والله. عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بكل متابعيني واصدقائي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. الاهلي يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي وتعادل مخيب للامال بعد مباراة مثالية وشوط اول. يعني قول زي ما انت عايز تقول، الاهلي عمل كل حاجة في الكورة. شوط اول كنت ممكن تطلع 5-0 مرتاح، والله 5-0 قدام ميسي وسواريز وبوسكيتس. يعني بيلعبوا على الواقف. يعني ميسي النهارده كان بيلعب على الواقف هو وبوسكيتس وسواريز، ما عدا طبعا الشوط الثاني. الشوط الثاني عنوانه محمد الشناوي، مش جديد على محمد الشناوي وتألقه، لكن انا بتكلم على شوط اول وبدايه رائعه للنادي الاهلي. رغم ان انا متحفظ وليه خلاف على بعض العناصر في بدايه التشكيل لليبيرو بصراحه. يعني انا نفسي افهم زيزو مثلا، طالما الراجل جاهز ليه ما يبداش ليه المباراه، ويوم ما تنزله وتطلعه تاني؟ ليه بن شرقي ما يلعبش مثلا؟ ليه تريزيجيه يطلع؟ يعني في بعض النقط والتفاصيل الصغيره ضيعت الفوز النهارده. تاخد نقطه، كان عندك فرصه كبيره النهارده انك تكسب وتوصل وتحط في بطنك بطيخه صيفي قبل مباراه بالميراث البرازيلي. بالميراث البرازيلي اقوى من انتر ميامي بمراحل، وبعدين صفقات وعمالين بقى ولقاءات واللعيبه ان شاء الله هنعمل وان شاء الله. ادي اخره الكلام. مش قلت لكم الحمد لله العبد الله ما بكلمش في كلام في الهوا بصراحه. ادي اهو الثقه الزايده. وبعدين في لقطه يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها، لقطه ضربه الجزاء بتاعت تريزيجيه. زيزو وتريزيجيه واقفين مع بعض، واسامه ابو علي لا انا هشوط، لا انت هتشوط، لا انت هتتعازم. المفروض في ترتيب، في ليفل. لا انت المفروض تريزيجيه مثلا الاول، زيزو الثاني، وسام الاول او وسام الثاني، في ليفل. يعني انا مش عارف فين الكابتن محمد يوسف وفين الكابتن عماد النحاس من المدرب. مش دول اقرب اتنين ليه في الجهاز الفني؟ فين اللعيبه بتتخانق على ضرب الجزاء في مباراه كاس عالم، ماتش افتتاح، وانت عندك الحضور الجمهور النهارده شفنا المنظر عامل ازاي، واستقبال حافل لجمهور الاهلي للبعثه والفرقه. المفروض كان تكسب النهارده، اكسب. ضيعنا فرص كتير قوي في الشوط الاول. الشوط الثاني الاداء هبط، التغييرات بصراحه مش مفهومه بصراحه من ريبيرو. يعني التغييرات مش مفهومه من ريبيرو، سواء نزول قفشه في الدقيقه 79. طب انت كنت عايز تمسك الكوره كنت تنزله مكان واحد من الاثنين، مروان او حمدي فتحي مثلا في وسط الملعب. انا نفسي اعرف يحيى عطيه الله ما بيلعبش ليه؟ مباراه بتشوكا بقول الراجل ده ليه ما لعبش؟ يعني كوكا يلعب ويحيى عطيه الله احتياطي. طب علي معلول ليه مشي الاول اصلا؟ اللي انت اصلا الجبهه الشمال دي مش مفيش مسانده. دايما تريزيجيه دايما عليه زياده عدديه، موقف 2 على 1، سواء الناحيه الثانيه اما بيروح في الطرف الشمال، او حتى ما بيروح في الطرف اليمين. نفس الكلام اما زيزو نزل. مفيش يا جماعه، الجبهه الشمال دي مفيش غير هو. شفت انت كده عندك حته مايله كده، هو عامل زي الحته المايله بالظبط، ان انت بتهاجم بس انت لوحدك. دايما الزياده العدديه متفوق عليها انتر ميامي. الكلام ده بالميراث البرازيلي ما بيسموش، بالذات الكره البرازيليه صعبه قوي يا جماعه. فبصراحه النهارده الاهلي اهدر فوز تاريخي. الاهلي اهدر فوز تاريخي قدام انتر ميامي المتواضع. رغم ان الشوط الثاني كان انتر ميامي كان افضل، كان احسن. ليه؟ بسبب انت اللي خليته يعمل كده، انت بتغييراتك. ليه تريزيجيه يطلع؟ انا مش عايز احمل المدرب المسؤوليه، ولسه راجل جديد ولسه بنتكلم، وبعدين كل المصاريف والمرات في الاخر وصفقات وتقديمات للعيبه وبن شرقي وزيزو، وتقديمه زيزو عملت مش عارف مشاهده، ده اللي احنا فرحين فيه. ولقاءات بقى اون سبورت وقناه الاهلي تعمل لقاءات وقبل المباراه. ايه يا عم ما نخف شويه؟ ادي نتيجه الثقه الزايده اهي في الملعب اللي نشوفها، ان كل لاعب رايح لا انا عايز اعمل بدليل كره حسين الشحات في اخر المباراه. حسين الشحات لو عنده نظر وعنده اللي يخوف فعلا على فرقته ان هو يكسب ما كانش طمع في الكوره. هي
كرة واحدة بالعرض لطاهر يا عم، او اللاعب اللي كان واقف هناك، تخلص بيها المباراة. ليه العجرفة دي؟ ان احنا نضيع فوز سهل من ايدينا ونحط نفسنا بقى في مدعكة بقى ونخش في حزب البرم. فالاهلي بصراحة يا جماعة ضيع فوز تاريخي، واللي خلى المباراة تطلع تعادل كمان الشوط الثاني محمد الشناوي، لازم نديله حقه. شناوي المونديالي، مش بعيد عليك يا شناوي، اتألقت قدام الأورجواي في المونديال 2018 بتاع المنتخبات، وتألقت في كأس العالم للأندية. فبصراحة يا جماعة لازم ندي محمد الشناوي هو رجل المباراة، زي ما حارس مرمى انتر ميامي تألق في بداية في الشوط الأول، الحارس أوستيري تألق في الشوط الأول، لازم ندي برضه حق محمد الشناوي في الشوط الثاني، عمل مباراة كبيرة وقدر يحافظ على النتيجة رغم ان الأهلي كان بالإمكان أفضل من مكان، واللي انت تفوز فوز تاريخي، لكن انت هدرت فوز تاريخي. واستنونا ان شاء الله باذن الله في لقاءات جديده، ونتمنى الاوضاع تتحسن والاخطاء تتعالج، خصوصا الفينش على المرمى، اللمسه الاخيره لازم تتصلح يا ريبيرو. السلام عليكم.